عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل بيت. طبعا داخل الفيديو ده عشان تعرف ازاي تسطب الطبعة بتاعتك ال HP عن طريق الواي فاي دايركت من على تليفونك. طيب الطبعة اللي معانا النهاردة وهنتكلم عليها هي الطبعة 1217 اللي هي NFW مالتي فاكشن برينتر او MFB اللي هي اختصار مالتي فاكشن برينتر. وطبعا NFW ده اختصار اللي هي نتورك وفاكس واير ليس. يعني الطبعه اللي معانا ديت 4 في 1 طباعه وتصوير وسكان وفاكس وفاكس. طيب احنا دلوقتي الطبعه فاتحه معانا اهيت وعايزين نعرفها على الواي فاي. هنعمل ايه يا فندم؟ اول حاجه هنضغط على الزرار اللي هو شبه علامه المفتاح ده، هندوس عليه كده وهندخل مره واحده كده السهم ديت هيجيب لي نتورك كونفيجريشن. هقول له اوكي، وبعد اوكي هتجيب الوايرلس منيو واقول له اوكي. اول حاجه الوايرلس دايركت هضغط اقول اوكي تمام، وهنا هيجيب لي الخيارات بتاعه الوايرلس. طيب الوايرلس دايركت اول حاجه المود هخليه اوبن نتورك. هو ممكن يكون الديفولت بتاعها برنت اونلي. لو لقيتها برنت اونلي لا هنخليها اوبن نتورك تمام كده. وبعد كده هنيجي على الواي فاي دايركت ديت وهقول له اون. يعني ساعات بتلاقيها اوف كده، علامه النجمه بتبقى هنا زي علامه النجمه اللي عند اون ديت، بتلاقيها بدل اون ديت بتلاقيها اوف. ففي الحاله ديت هيبقى الواي فاي مش ظاهر معاك تمام. هرجع تاني هتاكد من اخر حاجه بقى اللي هي النيم. هعرف النيم بتاع الطبعه او النيم اللي هيظهر لي معايا على شبكه الواي فاي اللي موجوده عندي في التليفون. هتاكد ان هو نفس الرقم ده. خلاص كده مفيش اي مشاكل تانية باذن الله. وكده الطبعه مداني رضا اهيت. هجيب التليفون اللي هشتغل عليه او التليفون اللي حضرتك عايز تسطب الطبعه عليه. او الخطوه الاولانيه بالنسبه للطبعه كده خلصت. الخطوه الثانيه على التليفون زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم اهوت تمام كده. هنلاقي ان الطبعه ظهرت لنا اهيت باسم HP برنت اهي، موجوده اهيت باسم HP برنت. هندوس عليها كده بمجرد ان هي ما تعمل اتصال من هنا كده هتبدا الطبعه تتصل معايا اهيت زي ما انتم شايفين. اتصلت معايا اهيت فوق. هنيجوا طالعين بره كده وهنجيب اي حاجه نطبعها. هندخل على اي مكان عندنا بقى عايزين نطبعه. مثلا هنطبع الحاجه ديت، هنعمل مشاركه وبعد كده هنعمل طباعه، او هنختار كلمه طباعه على حسب بقى البرنامج عندك بيطبع على ايه. كل واحد في تليفونه بيبقى يعني التليفون اللي معايا ديت نوعه هواوي، فهو ظاهر معايا هنا ايه علامه الطباعه اهو. بمجرد ان انا ما هدوس كده هتبدا تجيب لي كده وتجيب لي مقاس الورق لو انت عايز تصدق مقاس الورق الكلام ده كله. وفي الاخر خالص هنا كلمه طباعه اهي، هدوس كلمه طباعه التليفون يبعت لي الطباعه اهوت. وطبعا هنا جات لي على الطبعه اهي برينتنج دوكيمنت. هننتظر ثواني بس لان ده بيبقى حاجات متصوره، وطبعا الكاميرات بتاعتنا عاليه فبالتالي بتاخد وقت شويه، او حجم الورقه ذات نفسها بيكون كبير شويه فبتاخد وقت معايا شويه في الطباعه. يعني طبيعي ان الطبعه تبقى تقيله كده في الطباعه ده لان حجم الملف اللي انا ببعته بيبقى كبير. هننتظر بس ثواني لحد ما تبدا تحمل نفسها او تحمل الطبعه. طبعا الطباعه من على الكمبيوتر بتبقى اسهل من كده بكتير. هي بدات تقوم معايا الطبعه اهيت وبدات تطبع معايا اهيت. طبعت معايا الورقه اللي انا كنت مصورها اهو زي ما انتم شايفين اهو، وديت الورقه اللي طلعت معايا اهي. ان شاء الله الفيديو يكون ناس كتير تستفاد منه او اي حد قابلته المشكله دي. طيب في حاجه تانية انا عايز اعملها. طيب انا الدنيا لخبطت مني ولخفنت مني ومش عارف انا رحت فين وجيت منين وتوهت الدنيا. عايز ارجع بقى كل حاجه زي ما كانت. برضه هدوس على علامه المفتاح ديت وهختار نتورك كونفيجريشن وهدوس على الزرار ديت. هيجيب لي لحد اما الاقي اللي هو ريستور ديفولت. هضغط عليها اوكي
واوكي مره تانية. خلاص كده رجع لي كل حاجه على الشغل القديم، رجع لي كل حاجه على الشغل القديم، وكده يبقى الدنيا معايا رجعت زي ما كانت الاول. تمام كده. ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب ما كنتش طولت عليكم، يا رب تكونوا استفدتم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعم القناه باللايك والاشتراك. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.